ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا قد الدنيا دي كلها. انا عارفه ان انا بطول في الفيديوهات. اخر فيديو نزلناه تقريبا كان من شهر، معلش غصب عني، اعذروني. بحبكم قد الدنيا، وحشتوني. النهارده هنعمل اللوك الحلو هنعمل لوك زيتي شكله حلو جدا وسهل جدا وبسيط. اي بنوته تقدر ان هي تعمله. هنتعلم مع بعض الخطوات واحده واحده، من اول الحواجب لازاي نركب الرموش لو احنا لسه مبتدئات، وازاي ندرج الالوان. بحبكم قد الدنيا، تابعوني للاخر عشان تعرفوا كنا ماشيين الخطوات ازاي. متنسوش تشتركوا في القناه لو انتوا لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد، وتحطوا لي كومنت حلو ولايك احلى. يلا نبتدي الفيديو. ثبت الحواجب بتاعتي بالبوكس ده بتاع الحواجب، حلو جدا يا بنات، من بيج على الفيسبوك. حلو جدا وبيثبت الحواجب فترة طويلة، بجد حلوة قوي. وجربته كمان في الحر، الحواجب فعلا بتفضل ثابتة زي ما هي. رشيته رشة من الفيكس علشان يبقى ثابت معايا لمدة اطول. وبالبراش بتاعة الحواجب هبتدي اللي انا اعمل مساج للشعر عكس الاتجاه. بعد كده هثبت الشعر على الاتجاه بتاعه العادي. هجيب واكس او منديل فيه ميك اب ريموفر، وهبتدي اللي انا امسح حوالين الحاجب مكان الواكس علشان ما يكلكعش معايا ويظهر بعد ما احط الفاونديشن، ويكون ظاهر معايا ومكلكع، وهيكون صعب اللي انا اصلح الدنيا. بعد كده هجيب الفرشة من الناحية التانية، وابتدي اللي انا اضغط على الشعر عشان اتأكد اللي هو اتثبت اكتر. وبالجيل بتاع الحواجب بتاع لاجير لدرجة سوفت براون، وبفرشة الحواجب هاخد خط عادي جدا من تحت. ومن فوق هبتدي اللي انا املى الفراغات اللي بين الشعر. انا مش عايزة ارسمه من فوق الحاجب، انا عايزاه يبقى الشعر كده طالع لفوق. فهرسم من تحت بس، يعني هاخد الخط اللي انا خدته دون من تحت، وابتدي اللي انا املى الفراغات اللي بين الشعر زي ما انتوا شايفين. وبعد كده ابتدي اعمل الحاجب التاني معاكم. هاخد الكمية على ايدي، مش هاخدها دايركت على الحاجب علشان ما يبقاش تقيل. هبتدي اللي انا اخد خط من تحت الخط بتاعي الحاجب بتاع الشعر. هبتدي اللي انا اخد خط كده، وطبعا من نهاية الخط بنحاول على قد ما نقدر اللي احنا نطلع فوق، ما ننزلش علشان الحواجب ما تبقاش نازلة من الجنبين، يعني تبقى مشدودة. وبعد كده هبتدي بقى اللي انا املى الفراغات اللي بين الشعر. وبالطرف بتاع الفرشة هبتدي ارسم من قدام الشعر شعرة بالسن بتاع الفرشة، واسرح علشان يبلي الفراغات، واتاكد ان انا مليت الفراغات علشان يبقى الحاجب كويس وما يبقاش شكله مفرغ. جبت الكونسيلر بتاعي بتاع لوريال درجة 227، ونضفت الحواجب زي ما بعمل معاكم كل مرة بفرشة تكون فلات وتكون بلاستيك. وبعد كده ابتدي ادمج الكونسيلر بفرشة تكون صغيرة. ادمج بقى الكونسيلر كويس، واتاكد ان انا نضفت الحواجب كويس جدا. وابقوا خدي بالك علشان ما تطلعيش الكونسيلر على الشعر بتاع الحاجب. نضف وانزل بقى على الجفن، اي زياده معايا عادي ان انا انزلها على الجفن. بقى فلافي درجتها 221 شكلها كده. وهاخد اللون اللي هو الاخضر ده، اخضر غامق، وهاخده بالفرشه وانفض الباقي، وابتدي ان انا اتاب كده. وبعد كده هدمج دواير. بتاب في الاول ليه؟ علشان انا حاطه كونسيلر ما يكلكعش معايا. وبعد كده بقى بعد ما تاب واوزع على الجفن المتحرك كله، هبتدي اللي انا اعمل دواير 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 كده. طبعا الالوان دي يعني زي الاخضر، الاحمر، البنفسجي، اي الوان فاقعه كده زي الدرجات دي مثلا، الدرجات دي كده، ودول كمان الاصفر، والدرجات اللي فوق دي. الدرجات دي كلها ما ينفعش احطها دايركت فوق العين، يعني ما ينفعش ابقى ماشيه كده فوق عيني اخضر، لازم يكون اللون متدرج. ما ينفعش ابقى ماشيه حاطه اخضر كده فوق عيني، لازم يكون اللون متدرج. النهارده هعمله على زيتي، فهغمق لسه شويه.
ابتدي بقى اللي انا ادرج الاطراف بتاعه اللون. ولو حسيتي ان الفرشه بتاعتك اتملت خالص، طبعا بيكون معاكي منديل او قطنه وتمسحي فيه الفرشه وترجعي تدمجي تاني. اعمل بقى في العين التانية دي كمان. بس طبعا قبل ما احط اي بودر فوق حاجه كريمي بتاكد ان انا دامجه الكريمي كويس قوي علشان ما يعملش خطوط. فانا حاطه كونسيلر، فهجيب الفرشه اللي هي بتكون دي درجتها 142، وابتدي اللي انا اعمل بلند للكونسيلر بتاعي كويس علشان لو كان خطط فوق العين ما ينفعش احط فوقيه الشادو. لازم اتاكد خالص ان مفيش اي خطوط اتراكمت مطرح الكونسيلر بتاعي. بعد كده هجيب الفرشه بتاعتي واللون بتاعنا وانفض الفرشه وابتدي اللي انا اتاب على بسيط بس كده، اوزع اللون على الجفن المتحرك. وبعد ما يتوزع على الجفن المتحرك كويس هبتدي اللي انا اعمل له بلند. طبعا انت لو عايزه الالوان بتاعه الشادو بتاعتك يطلع البيجمنت بتاعها قوي وواضح، ممكن تستخدمي كونسيلر فاتح على الجفن الاول، وبعد كده تبتدي اللي انتي تحطي الشادو بتاعك، او تستخدمي اي بيجمنت شادو عندك يعني زي بلويس، اي برايمر اللي فوق العين يديكي للشادو تغطية حلوة. ممكن كمان تستخدمي الكاموفلاج بتاع كيلولان لو عندك، ممكن برضو تستخدميه لتنظيف الحاجب وكبيز للشادو. ابتدي بقى ادرج اللون لحد ما يبقى ناعم معايا خالص من فوق. انا كده عملت العين دي. تعالوا بقى اقول لكم مع الخطوات اللي انا عملتها. جبت فرشة اصغر شوية من الفرشة اللي انا استخدمتها، دي درجتها 227، وهجيب اللون البني اللي في الباليت بتاعتي اللي هو دون. بعد كده هجيب فرشة وعلى اطراف اللون اللي انا حطيته اللي هو الاخضر الغامق هبتدي اللي انا ادمج باللون البني، وافضل ادمج فيه لحد ما يتدرج معايا ويكون ناعم خالص. كده هرجع للفرشة الفلافي اللي كنت بستخدمها في الاول اللي هي درجتها 221، وابتدي اللي انا ادمج بقى اللونين مع بعض علشان اللون يتدرج كويس وما يكونش فيه فاصل بين اللون البني اللي انا حطيته واللون الاخضر الغامق. طبعا القوة بتاعت الالوان مش باينه لكم قوي في الفيديو زي الحقيقة، تحسوا في الفيديو اللي هي على افتح، بس ده عشان الاضاءة. ادرج بقى اللون بقى ناعم ازاي. وبعد كده بنفس الفرشة بتاعتي هجيب الاورنج الفاتح دون، وهبتدي اللي انا افتح الاطراف بتاعه اللون من على الجفن الثابت. افتح بقى الاطراف بتاعته اللي فوق دي علشان يبقى طالع لفوق على فاتح، واقعد ادرج بقى في الاطراف بتاعتي لحد لما الاقي اللون بقى ناعم خالص، ما يبقاش فيه اي فواصل بين الالوان بتاعتي. كده هروح اجيب اللون الشمر اللي هو الزيتي اللي هو اللون ده، وبصباعي اهو هبتدي اللي انا احط منه على الجفن المتحرك، بحيث ان هو يدي لمعة. انا بحب بصراحة احط الشمر بصباعي، بحس ان البيجمنت لما بحطه بصباعي بيكون اقوى لما بحطه باي فرشة. عندي جليتر لونه اخضر شوية، هاخد بصباعي شوية صغيرين جدا. انا مش عايزة اعمل جليتر قوي فوق عيني، انا عايزة بس ادي لمعة بسيطة جدا جدا فوق اللون الشمر اللي انا حطيته كده بصباعي، حاجة بسيطة قوي، واوزعها على الجفن المتحرك تديلي بس لمعة مش اكتر. خلوا بالكم يا بنات ما تقفوش قدام اي مروحة او اي هوا وانتوا بتحطوا الجليتر دون، لانه لو دخل جوه العين فعلا بيحرق جدا جدا وبيخلي العين تحمر وتدمع. فكونوا حريصين وانتوا بتستخدموا الجليتر دون، لانه فعلا بيحرق جدا العين لو دخل جواه.
بقى نبتدي في البشرة وبعد كده نرجع نكمل العين تاني. هاخد اي فرشة تكون عندي صغيرة كده وابتدي اللي انا اشيل اي جليتر وقع تحت عيني قبل ما احط المرطب بتاعي. استخدم المرطب بتاعي من لوريال. انا طبعا الحاجات اللي انا بستخدمها النهارده والماتيريال اللي بستخدمها النهارده معاكم انا كنت مشترياها قبل المقاطعه، عشان محدش يكتب لي تحت في الكومنتات انت ازاي بتستخدمي المنتجات اللي احنا مقاطعينها. انا الحاجات دي كلها شارياها من بدري جدا وشارياها من قبل المقاطعه ومن قبل الحرب، فاكيد طبعا لو خلصت من عندي اكيد مش هكررها ابدا تاني، فانا مشترياها قبل المقاطعه. سواء لوريال وسواء اي منتج تاني بيدعم الكيان، انا طبعا مستحيل انا ارجع اشتري تاني. لما يخلص من عندي بقى اكيد هشوف بديل تاني واستخدمه. ابتدي بقى ارطب بشرتي كويس جدا، ورطب كمان الجبهه علشان ناشفه عندي قوي. انا بشرتي بيجي عليها وقت بتبقى جافه جدا جدا، ووقت تاني بتبقى دهنيه جدا جدا، فكل وقت بتكون عليه البشرة بتاعتي بستخدم لها المرطب ان يمشي معاها. قوي بقى البشرة بتاعتي كويس علشان المرطب يتشرب وما يخليش الفاونديشن بتاعي يفصل او حاجة. انا هستخدم النهاردة فاونديشن خفيف جدا، هستخدم الفاونديشن بتاع ميبلين درجة 228. انا هستخدمه النهارده زي ما قلت لكم ميبلين درجه 228، دي الكميه البسيطه اللي انا خدتها. ارجع واقول لكم تاني ان المنتجات اللي انا بستخدمها النهارده انا مستخدماها وجايباها من قبل المقاطعه، يعني انا مشترياها من قبل المقاطعه يا بنات، عشان محدش يكتب لي في الكومنتات تحت انت ازاي بتستخدمي المنتج وهو داعم للكيان الصهيوني. فانا بستخدمه مشترياه من قبل المقاطعه، فلما يخلص ان شاء الله هشوف اي بديل تاني مش هجيبه يعني. دي درجة 228 من فاونديشن ميبلين. انا بصراحة مش هحط كوريكت اورنج في بشرتي، انا لما باجي اعمل ميك اب لنفسي مش دايما بحط كوريكت اورنج في بشرتي، مادام انا شايفة ان الهالات والتصبغات اللي عندي بسيطة مش هتأذيلي اللون بتاع الكونسيلر وتحوله لرمادي، او مش هتأذيلي الفاونديشن، وهستخدم كونسيلر بالاخص فول كفرج، فخلاص مش دايما بصراحة بستخدم الخطوة بتاعت الكوريكت معايا انا، لكن ممكن استخدمها مع حد تاني بيكون عنده هالات قوية او تصبغات قوية. ابتدي بقى اجيب الفرشة بتاعتي الكابوكي درجة 104، ابتدي اللي انا اخد من طرف الفاونديشن كده على تحت، مش بغطسها كلها في الفاونديشن، انا باخد من طرف الفاونديشن كده على تحت، وابتدي اللي انا احط بقى كده. يمكن كمان الكمية اللي انا حطيتها دي كتير. حاولوا تقللوا الفاونديشن بالاخص في الجو اللي احنا فيه ده، هو الجو يعني على الشهر الجاي هيبتدي ان هو يتظبط، بس في العموم يعني حاولي ان انت تقللي الكميات بتاعه الفاونديشن عشان الميك اب بتاعك يطلع شكله احلى، لان الفاونديشن ساعات بيجي معاكي بطريقه عكسيه عكس ما انت تبقي متخيله، يشقق يجير يبقى كيكي، فحاولي على قد ما تقدري ان انت تقللي في كميه الفاونديشن شويه. زي ما انا قلت لك يمكن الكميه اللي انا مستخدماها في الباليت اهي يمكن كانت كبيره، فطبعا مش هستخدمها كلها. وطبعا انا ما بعتمدش على الفاونديشن 100% لان انا لسه هحط كونسيلر. كده اجيب البيوتي بلندر بتاعتي تكون مبلوله ميه ومعصوره كويس، وابتدي اللي انا اشيل بقى اي زيادات من الفاونديشن. انا لسه ما خلصتش عيني، بس خلصنا يعني الاساسيات وبعد كده هنرجع لها تاني، بس نخلص البشره. انا بحب قوي لما اكون هلعب في لون غامق او في الوان جليتر، ومثلا خايفه على الفاونديشن بتاعي ان هو يبقع او يهبب مطرح الالوان،
بحب اللي انا اعمل العين الاول وبعد كده ارجع للبشر. انا بقالي كتير قوي قوي ما بعملش فيديو، تقريبا شهر. حاسه ان انا ببدأ من جديد. بس والله غصب عني بجد، يعني لما بغيب بيكون غصب عني، خصوصا ان الفترة دي فعلا الواحد بيمر بحالة نفسية مش احسن حاجة من الظروف اللي احنا شايفينها مع اخواتنا الفلسطينيين. ربنا يا رب ينصرهم ويقويهم وينصرهم عن قريب. يا رب ينصرهم عن قريب بإذن الله ان شاء الله. ابتدي اللي انا اكتر مرحلة بصراحة بحس ان هي بتزهقني، مرحلة الدمج، بس دي اساسي. طبعا بقى خلي بالك من الحواجب علشان انتي عاملاها، فخلي بالك ما تجيبيش عليها فاونديشن. لما دمجت الفاونديشن بتاعي بالبيوتي بلندر هجيب الفرشة الكابوكي الصغيرة دي درجتها 109 من جيسب، وهجيب الباليت بتاعت الكاموفلاج والكونتور من فوريفر 52، وهستخدم اللون ده البني، وابتدي اللي انا ابرز منطقة الخد. انا مش عايزة اعمل كونتور يعني مش عايزة اعمل كونتور قوي، انا عايزة بس ابرز منطقة الخد. شايفين؟ حاجة بسيطة. وعلى الجبهة برضو علشان انا الجبهة عندي عريضة، فبحب بصراحة اعمل كونتور في الجبهة، وبنزل بيه لتحت كده شوية من عند نهاية الحاجب كده علشان يزم الجبهة شوية. طبعا كل ده هيندمج دلوقتي. انا مش من الناس بصراحة اللي بتحب الكونتور القوي والواضح، يعني انا بحب يعني يكون بسيط وما يكونش واضح قوي كده. طبعا بصور بصوتي، لازم الدوشة في الشارع ده اكيد يعني بيكونوا ساكتين لما انا اكون عاملة ميوت وبسجل فويس، لكن لما اتكلم بصوتي بقى طبيعي كده واطلع كده لايف لازم الدوشة اساسي. وبفرشة تكون واخدة كيرف كده شوية برضو من جيسب 103، وابتدي بقى اللي انا اعمل بلند. لو حسيتي ان الكونتور معاكي بينشف سرعي ايديكي شوية، وحاولي ان انتي ترشي رشة من الفيكس بتاعك وترجعي تدمجي تاني لو حسيتي ان هو بينشف معاكي. وما تكتريش في الكمية، يعني حطي كمية بسيطة وادمجي، ولو عايزة تزودي تاني ممكن تحطي تاني كده. طبعا بنرجع لورا مش بنطلع لقدام. بالفرشة البلاستيك بتاعتي اللي بتكون مبططة دي درجة 233، وابتدي اللي انا اخد برضو من اللون البني اللي هو ده، ابتدي اللي انا اعمل الكونتور بتاع الانف. طبعا زي ما انتوا شايفين انا الانف عندي طويلة ومن هنا عريضة، فانا هاخد الخط بتاعي من هنا من النص زي ما انتوا شايفين. معلش الستاند اتهز. زي ما انتوا شايفين، وبحب ادخل بيه شوية كده من عند العين علشان لما اجي ادمجه يكون شكله طبيعي اكتر، وباخد من هنا برضو شوية بسيطة. الفرشة الصغيرة الكابوكي الصغيرة دي رقم 142، وابتدي اللي انا اعمل بلند للخط بتاعي. بصوا بحب ادخل النهاية دي من عند العين كده شوية بكيرف كده شوية، ما باخدهاش من اول الحاجب لحد تحت
ده هيطول لي الانف بتاعتي اكتر، فانا بخلي من النهايه كده واخده كيرف من عند العين اهو كده بالراحه خالص، وتخلي ايدك خفيفه على قد ما تقدري. كده انا دمجت اهو. هبتدي بقى ان انا اجيب الكونسيلر بتاعي. هستخدم كونسيلر لوريال درجة 227. خلونا نحط البلاش الكريم الاول. هاخد الفرشة دي وهاخد اللون الاورنج اللي في الباليت بتاعت فوريفر 52، حاجة بسيطة قوي. وعلى خط الكونتور هبتدي ان انا اعمل البلاش بتاعي كريمي. بلندر بتاعتي هبتدي ان انا ادمج الاطراف بتاعه البلاش واشيل كمان اي زيادة علشان يبقى شكله ناعم وما يبقاش بوكس. في ناس بجد والله العظيم بتنزل في الشارع بوكس، واخدين بوكس هنا واخدين بوكس هنا، بيكون شكلهم صعب صعب، بالذات الصبح بقى. يعني تبقي نازله مثلا الصبح رايحه مشوار، رايحه شغلك او حاجه، والناس بقى ايه، مش عارفه بجد ازاي. خصوصا كمان اللي فيه نوعيه من البنات كمان بيعملوا حواجبهم بالاسود، بالقلم الفلوماستر الاسود، فبيكون شكلهم هما نازلين عشان يخضونا بجد والله، نازلين عشان يخضونا. ادمج كده كويس بقى، وبعد كده احط الكونسيلر بتاعي. اخد بقى الكونسيلر بتاعي وما اخدش الكميه كلها اللي بتطلع، يعني احاول ان انا اقلله شويه. احط بقى في الاماكن اللي انا عايزه اعمل لها اضاءه. انا بحب قوي اخد خط كده تحت خط الكونتور والبلاش علشان يرفع لي الخط. كمان هنا، وبحب احط اعلى الشفايف، وكمان منتصف الانف هنا نقطه، وفي الجبهه علشان التنوير، وهنا عشان يعني يطول لي الوش شويه. بحب احط عند الدقن. بحب اخلي العين في الاخر عشان ما اسيبهاش وتخطط معايا، لان انا عندي خطوط تحت عيني. اجيب البيوتي بلندر بتاعتي وابتدي اللي انا ادمج. بص بقى الخطوه دي بحبها قوي قوي قوي، بتنضف لي الخط بتاع الكونتور، وبترفع لي الخدود، وبتبرز لي الخد قوي. ابتدي بقى اللي انا انور منطقه الجبهه. بص بقى الميك اب بيبان لما بتبتدي اللي انت تحطي في البشره ازاي. بعدين هبتدي اللي انا احط الكونسيلر بتاعي تحت العين. حاولي ان انتي ما تحطيش كميات كبيره كده. لما خلصت بقى الكونسيلر بتاعي تحت العين، هبتدي بقى اللي انا امشي البيوتي بلندر بتاعتي في البشره كلها قبل ما اثبت باللوز باودر. اتاكد ان مفيش اي خطوط او حاجه شققت معايا وكله مدموج كويس كده. ثبت باللوز باودر كلورين تي ال 11. وهبتدي اجيب الكومباكت باودر بتاعتي 04 من نوت، وبفرشه تكون فلافي دي درجتها 125. وابتدي اللي انا انضف مطرح اللوز باودر اللي كنت منضفه بيها. اهم حاجه ان الفرشه معاكي تكون فلافي، ما تكونش فرشه خشنه او كابوكي.
وبالسفنجة اللي بتيجي معاها ابتدي اللي انا انضف تحت العين. وانور الجوانب بتاعه الكونتور بتاع الانف. انضف كمان خط الكونتور. وبالاسبونجة المثلثة اللي هي بتكون كده هبتدي بقى اللي انا انضف النهاية بتاعه الشادو. لما نضفت الخط بتاع الشادو هجيب بقى الفرشة اللي هي الفلافي اللي كنت مستخدماها في الاول علشان استنى عشان في كومباكت باودر دخل هنا، فهبتدي اللي انا بس ايه انضف الحتة دي كده. تحت عيني من جوه كحل اسود بتاع رميل لندن ودرجته بالبرش اللي هي شكلها كده، دي درجتها 226 درجته. وبعد كده هتقل عليه دلوقتي باللون نفس الفرشة بتاعتي باللون اللي هو الاخضر الغامق اللي احنا استخدمناه في الاول عشان يديني لون زيتي غامق. هتاب بقى عليه كمان عشان يثبت اكتر. بعدين هجيب الفرشة اللي هي البنسل دي درجتها 230 وهبتدي اخد اللون اللي هو البني زي ما عملت فوق العين، هعمل تحت العين بالظبط وابتدي ان انا ادرج الاطراف بتاعه اللون اللي انا حطاه قبليه. وبالبرش الصغيرة دي درجتها 223 وهبتدي اخد اللون اللي هو الاورنج الفاتح دون وابتدي اللي انا انور بقى وافتح اخر اللون من تحت. وبالباليت بتاعه افرة واللون اللي هو السيلفر بفرشة فلافي وابتدي اللي انا انور المدمع بتاع العين. انا مش هرسم ايلاينر، انا اكتفي بكده، انا عاجبني كده جدا بصراحة، مش عايزة اللي انا ارسم ايلاينر. بصوا الشكل شكله حلو قوي. يا دوبك نركب رموش ونحط ماسكارا وخلاص. بقى اقولك لو انت مش بتعرفي تركبي رموش تركبيها ازاي. انا النهارده دي الرموش اللي انا هستخدمها. الرموش دي من عند سوما، ده اسمها دودو، اسمها دودو 2. هي بتكون شكلها كده قصيرة من قدام اهي وطويلة من النهاية. وهيكون معايا الجلو ده اسمه دويو الاخضر، هو شفاف. طلع الرموش وارجع لكم تاني. بتطلعي الرموش بتبتدي ان انت تعملي لها مساج كده علشان تاخد شكل الكيرف، وبيكون معاكي ملقاط علشان تعرفي تمسكي ويكون معاكي الجلو. انت لو لسه مبتدئه وما بتعرفيش ان انت تحطي الرموش فتاخدي من الجلو كده كميه بسيطه وتبتدي اللي انت تعملي ايلاينر على خط الرموش بتاعتك بس مش من قدام، لانه لو دخل في عينك هيحرق لك عينيكي جدا. خليكي من النص من هنا لحد النهايه تعملي ايلاينر. بصي على خط الرموش من فوق، ما تخافيش مش هيبان لان هو شفاف. الجلو في رموشك وحطيتيه في الرمش تبتدي ان انتي تبصي تحت وتثبتي الرمش كده. وبعد كده تبتدي تاخديه من الجانب ده، من الجانب تاني
كده انا حطيت الرموش بتاعتي وحطيت مسكرة من فوق ومن تحت. هجيب بقى الباليت بتاعت ده مكسور ملناش دعوه بيه. اجيب الباليت بتاعت البلاشر بتاعتي واختار اللون الخوخي دون بفرشه تكون فلافي، وابتدي اللي انا امشي على البلاش بتاعي الكريم. احس ان البلاشر كتر معايا قوي، بجيب فرشه برضو فلافي بس تكون فاضيه خالص ما فيهاش اي حاجه، وابتدي اللي انا امشيها كاني بحط وامسح في منديل. لو حسيت ان هو كتر معايا قوي ازاي يبقى شكله حلو. الفلافي دي اللي هي واخده كيرف، هبتدي اللي انا اخد البرونزر بتاعي وابتدي اللي انا امشي على الخط بتاع الكونتور علشان ابرز الخد اكتر. همشيه بقى على الاماكن اللي انا عملت فيها كونتور كلها علشان يتبرز معايا اكتر. هنا عند الانف، اجيب باليت الهايلايتر بتاعتي من افرا واستخدم اللون اللي هو على سيلفر شويه، بحبه قوي في التصوير وبحس اللي هو بيبان. فرشه تكون فلافي وابتدي اللي انا اعمله. ان فوق العين على زيتي شويه، فانا بصراحه هختار لا اما اللون دون، ممكن كمان اختار اللون دون، يعني هخليه على بنيهات شويه علشان يليق مع فوق العين اكتر. انا اكون خلصت النهارده، عملت ميكس في الروج بين اللون البني الغامق واللون الفاتح شويه، وعملت هايلايتر زي ما انتم شايفين، وحطيت فيكس من بتاع افرا. كده اللوك يكون النهارده خلص. عملنا النهارده لوك زيتي رقيق وسهل قوي قوي، اي حد يقدر يعمله. وعملنا كمان الحواجب الشعره شعره، وتعلمنا ازاي نحط رموش لو احنا لسه مبتدئات ومش عارفين نركب الرموش. علمتكم الخطوه بتاعه الرموش، بس اهم حاجه يكون الجلو اللي انت هتستخدميه يكون جلو شفاف علشان ما يبهدلش ويهبب فوق العين. اتمنى يكون اللوك بتاعي النهارده عجبكم، بحبكم قد الدنيا دي كلها. تنسوش بقى تشتركوا في القناه لو انتوا لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو انا بنزلها، وتحطوا لي لايك وكومنت حلو. بحبكم قد الدنيا دي كلها. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي على خير. باي باي.